صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير. اليوم راح نديرو مع بعضنا التحلية الرخامية. تحلية من التحالي تاع رمضان، شهر رمضان قدموها في السهرات الرمضانية. هنا عندي في المقادير عندي لتر تحليب راني قسمتها في كاسرونات، نصف هنا ونصف في هذه، ونحتاج كاس حليب. هذا دوك من بعد نقولكم على واحد. وعندي هنا النشا، عندي هنا السكر، وهنا عندي 2 مغارف كبار تاع كاكاو، وعندي هنا نيسكافيه، وهنا عندي فلان ذوق الشوكولا، وهنا عندي بسكوي. هذا الكاع نبداو على بركة الله. هنا في كاسرونات هذو ندير 3 مغارف تاع نشا في كل كاسرونه، 3 مغارف نشا كبار. نحركها، واحدة نخليوها بيضة وواحدة نديرو فيها الكاكاو. السكر ندير على حسب الذوق، ندير في كل وحدة 3 مغارف. ممكن تضيفوا السكر على حسب الذوق تاعكم واش تحبوا. نخلطوها زي ما هكا تشوفوا بارد في بارد تيذوب لنا ديك النشا ديك، ومن بعد نحطوه على النار، نحطوه على النار حتى يتحسن لنا هذه الكريمه، وهذه الكريمه البيضاء تاع الكاكاو، ونرجعو نكملوا مع بعضنا الفيديو تاعنا. زي ما تشوفوا هكا نحتاج الى اطار زي ما هكا مربع او زي ما الشكل اللي تحبوه، ونحطه هنا في سنيوه. حطيت عليها بابي فيلم من تحت، ولا تقدروا ديروا بابي كويسون، المهم المتوفر عندكم. الكاس هذاك تاع الحليب والفلان نحتاجو في الاخير. دركا نحكم في عندي هنا ماء بارد، لازم يكون ماء بارد، نفرغ فيه نيسكافي تاعي. زي ما تشوفوا هكا راني ذوبت هذيك النيسكافي في ماء بارد. دركا نحب هذا الكاطو تاعي هذا ولا البسكويت تاعي هذا جوست ما نحطو ونهزو نحيه، نحطوه في الاطار تاعي زي ما تشوفوا. حتى نكمل ندير 2 طبقات تاع كاطو. غير ندخلها ونخرجهم فقط. في الجوانب نقصوا هذا البسكويت تاعنا على حساب البلاصه اللي بقات لي هنا. هاني زي ما قصيتهم شوفوا، ونحط البسكويت. نكمل بنفس الطريقه هكا، ندير 2 طبقات تاع بسكويت ونرجعوا مع بعضنا نكملوا. زي ما تشوفوا هكا بعد ما كملت الطبقه الاولى نزيد ندير الطبقه الثانيه بنفس الطريقه. انا راح نسيت برك نقول لكم علاه نديروا ماء بارد. الماء بارد هذاك ما يخليناش البسكويت تاعنا ثم يهبط، ثم يتفتت لنا. زي ما تشوفوا هكا انا نحطوها ما يتفتتش، يبقى حاكم شويه يروح. كمل بنفس الطريقه الطبقه الثانيه تاع البسكويت. بنفس الطريقه زي ما تشوفوا. انا بعد ما كملت هذه الطبقه الثانيه تاع البسكويت شربتها بالنسكافيه، واختاروا لي الكريم تاعنا الزوج تاع الكاكاو تاع البيضه. زي ما تشوفوا لازم يختاروا مليح. دركا لازم السرعه باش تحطوا الكريم هذا دركا خطره ندير السوداء وخطره ندير البيض. بسم الله. حاول نطرح شوي.
خطرة بيضة وخطرة سوداء تنكملو الكريم تاعنا. ساعة ماشي. بعد ما كملت هذوك الكريمات الجوج دركا نحاول نخلطها باش يبداو الصبح. دركا نخليها بجيب ونجيب كاسرونه ندير فيها داك الكاس تاع الحليب اللي قلت لكم عليه، وندير فيه بعض طفلون تاع شوكولا ونطيبو هادي في كاس بصح. هذا الباكي هذا نطيبو في كاس فقط تاع حليب، ما نضيفش انا السكر لخاطر حلو الكميه قليله. نطيبو عادي على النار حتى يطيب ونفرغو فوق هذا الطبقه هذه تاع الكريمه زي ما تشوفوا هكا. دركا نحطو يطيب ونرجع نكملو. بعد ما كملت هذاك الفلان تاعي طاب دركا نفرغو فوق هذه الطبقه ونخليه حتى تبرد جيدا ونزينها كما تحب. التزيين اختياري. زي ما تشوفوا هكا هذه هي التحليه تاعنا شكلها الاخير. زي ما تشوفوا جات ما شاء الله. ها الطبقات تاعها كيفاش جاو. هنا زينتها بكاوكاو فيلي. هذا كاوكاو فيلي وهذا كاوكاو ملون فقط، كاوكاو احمر ملون بالاحمر وهذا بالاخضر فقط، وهذا كاوكاو فيلي. زي ما تحبوا قادروا ديروا كريم شانتي وتزينوا بها عادي. التزيين على حساب الاختيار تاعكم. هو الشكل النهائي تاعها. نقسم لكم طرف. بسم الله. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها تفرحوا بلادكم وعائلاتكم. زي ما تشوفوا هكا ها بالشكل تاعها كيفاش من الطبقات. شوف كيفاش الشكل تاعها من الداخل من الطبقات البيضاء تاع الشوكولا. اتمنى تعجبكم وتجربوها وتفرحوا ولادكم وصحة رمضانكم وصحة فطاركم وصحة سحوركم. إلى فيديو آخر إن شاء الله. قدر